حبايبنا الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعضينا شوربة خضار بمناسبة ان البيت كله عنده برد. تمام. ودي احلى حاجة في الايام اللي احنا فيها دي تدفي الدنيا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنبدأ وصفتنا النهارده ازاي. جبنا الفراخ، عملنا لها محلول النقع. ماشي، نقعتها لمدة ساعتين وبعد كده شطفتها شطفة حلوة وحطيتها تتصفى في المصفى. هنحط بقى حتة زبدة وهنعمل مع بعض شوربة خضار. هنا جبنا بسلة على فاصوليا قطعناهم، وده معانا جزر قطعناه حلقات. تمام. وهنا جبنا بطاطس عملناها مكعبات، وقطعنا معاها كوسة حلقات. تمام. ده للخضار، ده الخضار اللي هنعمله. تمام. هنحط بقى قالب زبدة، هنولع على الحلة، هنحط قالب زبدة وهنشوح الفراخ. هنزل بقالب زبدة. تمام. وبعد كده هدي الفراخ تشويحة. لازم تديها صدمة كده والنار تكون عالية. تمام. هنديها صدمة على الجنبين كده. تمام. شوحت الفراخ على الجنبين، هديها رشة فلفل اسود وهرمي معاها عود قرفة وهحط لها شوية ورق لوري. تمام. وهقلبها كلها. وبعدين هنزل عليها ببصلايه متقطعه جوانح وطماطميتين صغيرين او طماطميه كبيره، وهنزل عليها بالخضار البسله والفاصوليا والجزر الاول، نخلي الكوسه والبطاطس لاخر حاجه. كده قلبت الخضار مع الفراخ مع البصل والطماطم وكله. تمام. هنزل عليها بميه دافيه لحد ما تغطيها. تمام. كده حطيت الميه لحد ما غطيتها وغطت الخضار. هغطي عليها ونسيبها لحد ما الخضار والفراخ تستوي، حوالي تلت ساعه كده. تمام. وبعد كده هروح حاطه لها الكوسه والبطاطس، دي اخر مرحله. كده خلاص. تمام. دخلت في السوا، الخضار كمان دخل في السوا. بعد ما عدى ربع ساعه كده هنحط لها الملح. تمام. وبعد كده هنزل عليها بالبطاطس والكوسه. هنزل عليها البطاطس والكوسه، البطاطس متقطعه مكعبات والكوسه دواير. بس الكوسه والبطاطس مش بياخدوا سوا، وما تستنيش على الخضار لما يتهري خالص، اطفي عليها والخضار فيها نص سوا. تمام. بحيث ان الخضار ما يتهريش، لان طبعا الخضار لما بتطفي عليه بيستوي في الشوربه وعلى السخونيه بس، من غير ما تكوني مولعه عليها النار ولا حاجه. فانت طبعا هتسيب الخضار لما يستوي نص سوا، وبعد كده تطفي عليها والخضار يا دوبك يبقى فيه يعني مش يبقى مهروس كده ومعجن، لا يبقى فيه قطعه كده حلوه يعني قرشه. تمام. هتغلي غلوتين 3 وهنطفي عليها وهنسيبها تكمل سواها على البخار بتاعها. كده تمام خلاص استوت. بصي الخضار احنا مش هاريينه قوي في الشوربه، مش مهري، كل قطعه زي ما هي، البصل والجزر الكوسه زي ما هي، كل حاجه زي ما هي، الخضار نص سوا. تمام. بتقفلي عليها النار وبتغطيها وبتسيبيها حوالي ربع ساعه، الخضار بيكمل سواه في الدخان وفي البخار بتاعها. تمام. دلوقتي
كده خلاص طفينا عليها. كل الخضار طالع زي ما هو، كل حاجة صحيحة زي ما هي. الخضار جميل ماسك نفسه، مش مهري، مش معجن كده، مش مستوي زيادة عن اللزوم. تمام. والطعم بقى خرافة خرافة خرافة. اعمليها وانزلي بيها لكل أفراد أسرتك في الأيام البرد اللي احنا فيها دي. نعبي الطبق. بجد جميلة، طعم وريحة مش عايزة اقول لكم. الريحة بتاعتها في منتهى الجمال، وحاجة مفيدة ومغذية وصحية وحلوة للولاد. يعني فيها كل الخضار اللي الولاد مش بيحبوه، وحلوة في الساعة اللي احنا فيها ديت، بتدفي. تمام. وطبعا اليومين دول برد وتغيير الجو نازل بقى وكده، فالجو مخلي الواحد ما بين كل شوية حر كل شوية سقعة. فالبرد اللي احنا فيه بقى مش عايز غير شوية شوربة حلوين زي دول، والفراخ مستوية وجميلة. حاجة كده اللهم بارك، تحفة تحفة تحفة. مستوية وجميلة ما شاء الله، اللهم بارك، جميلة 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 جميلة. مع عصرة ليمون بقى كده. الخضار طالع ما شاء الله جميل، الواحدة بوحدته. الكوسة جميلة، المفروض ان الكوسة بتتهري، لا الكوسة طالعة جميلة وسواها جميل، والطعم بقولك رائع ما شاء الله. اللهم بارك. طعمها جميل جميل مع عصرة ليمون بقى، والرغيف ناشف، وتاكلي تفصصي الفراخ في قلبيها وعصرة الليمون، حاجة كده جميلة ما شاء الله اللهم بارك. والله طعمها تحفة جميلة جدا. اعمليها بقى وجربيها بطريقتنا، واديها لكل ولادك في الايام البرد اللي احنا فيها ديت. وانتظروني في وصفة جاية جديدة. كنت معاكم رحاب حسين.